مع بعض النهارده زيتون تفاحي مخلل. دول 3 كيلو زيتون تفاحي غسلناهم وبيتناهم نص يوم في الميه. جزر مبشور، فلفل احمر حراق، معانا كرفس بلدي حزمه كده محترمه، معانا عصير ليمون، زيت زيتون، معانا سكر، معانا خل، معانا ملح خشن، والليمون اللي عصرناه انا عصرت كيلو ليمون ما بنرميش القشر بتاعه، هنحتاجه معانا دلوقتي في التخليل. دي معانا كمان الميه، دي ميه انا غليتها من بالليل وسبتها تبرد تماما وبنستخدمها بارده عشان نعمل محلول التخليل. هنبدا دلوقتي نشتغل على الخلطه بتاعه التخليل. ادي الجزر هنحطه، طبعا انا بستخدم حله كبيره عندي عشان تاخد الكميه من مره واحده. اخلط عليه قرون الشطه الحمراء اللي انا قطعتها في الكبه، وهحط الكرفس اهو برضو قطعته في الكبه. اقلب ده كله مع بعض. انا لابسه الجوانتي لاني عندي حساسيه من الحاجات الحاره، فالفلفل ممكن يلهب لي الجلد بتاعي. اي حد منكم يا ريت ما يجازفش ويلبس الجوانتي عشان برضو ما تنسيش وتحطي ايديكي في وشك او تمسحي عينيكي فتبصي تلاقي وشك كله والعياذ بالله وعينيكي اتدهبت. دلوقتي الخلطه بتاعتنا جاهزه. هنجيب الزيتون التفاحي بتاعنا وهنحطه في الخلطه دي ونقلبه فيها كويس عشان يشرب الخلطه ويمتزج. دلوقتي هنعمل مع بعض محلول التخليل بطريقه مدام امل صديقتي الجميله. انا عملت عايرت 5 كوبايات ميه بالمعيار ده، حوالي بالظبط لتر ميه اهو، ودي بقيه الكميه. طيب هنحط ايه بقى على لتر الميه؟ 5 معالق ملح خشن، ومعلقتين ونص سكر، ومعلقتين ونص خل. دول 5 لتر ميه. هنقلب كويس فيهم الملح عشان يدوب مع الخل مع السكر. الملح الخشن طبعا مش هيدوب بشكل كامل بس على قد ما نقدر. هنضيف كوبايه عصير ليمون اهو جميل فريش. كده المحلول بتاعنا جاهز. يلا بقى البرطمان ونشوف احلى شغل في التخليل. ده البرطمان بتاعنا يستحسن جدا ان احنا نخلل في برطمانات ازاز. انا عصمته غسلته في الديش ووشر، غسالة الاطباق. طيب ما عندكيش ديش ووشر هتحطي نص كوبايه خل وترجيها كويس جدا في البرطمان، وبعدين ترمي الخل وتسيبيه لحد ما يجف كويس جدا جدا. ليه؟ مش عايزين يخش فيه اي بكتيريا، مش عايزينه يريل، وهو ده السبب برضو اللي عشانه غلينا الميه. هنبدا نقول بسم الله وننزل بالزيتون بتاعنا. احنا جهزناه مع بعض في الخطوه اللي فاتت. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنكبس كده، ويجي بقى دلوقتي دور الليمون القشر اللي احنا قلنا هنحتاجه. نحط كده شويه قشر ليمون. ده بيعمل ايه؟ ده بيحفظ المخلل بتاعنا. مهم نكبس ليه؟ عشان ما يبقاش فيه فراغات هواء. والباقي هنملاه بمحلول التخليل. هنبدأ بقى ننزل بمحلول المية اهو. طبعا نضفت البرطمان عشان كنت عامله شويه زروطه، وبنزل محلول الميه زي ما انتم شايفين بالقمع عشان برضو اتجنب الزروطه. هنعمل عمليه برضو بتساعد على حفظ المخلل بتاعنا. هنحط قشر الليمون اللي احنا عصرناه واستخدمناه على الوش كده اهو اهو. طيب هنعمل ايه كمان؟ هنحط زيت زيتون على القمه من فوق. ازاي بقى نقفل برطمان التخليل؟ ده مهم جدا عشان نحافظ على المجهود اللي عملناه. هنجيب ورق الاسترتش ونغطي بيه البرطمان كده اهو عشان ما نسمحش لاي هواء. والهواء يا جماعه الطبيعي بيبقى فيه بكتيريا وفطريات، عشان بس الستات اللي هتسال نفسها او لو راجل اهو.
وادي الغطا البلاستيك بتاع البرطمان بتاعي، اكبسه جامد. هنقفل عليه قد ايه؟ اسبوع ونبدا نشوف، او 10 ايام. بالهنا والشفا. وادي مخلل التفاحي بتاعنا، يلا جربوا وكلوا من جوه الحلقة.